صناعة الكيبوب صناعة مشرقة مزدهرة، لكن عندها وجه عنيف ووحشي. والكيبوب مش مجرد نمط موسيقي، هو أكثر من هذا. الكيبوب هو قوة نفوذ اقتصادي واستراتيجي كوري بامتياز. باش نفهموا عالم الكيبوب من المهم نطرح الأسئلة هذه: منين جاء ستيل نتاع الكيبوب؟ علاش وصل للنجاح هذا؟ وش هي الاختلافات ما بين عالم الموسيقى الغربية والكيبوب؟ أسئلة باش نحاول نجاوب عليها. نرجعوا بالزمن، احنا في التسعينات في كوريا الجنوبية، الشباب لهنا يسمع بالدرجة الأولى موسيقى غربية، لكن الموسيقى الكورية في الأساس هي موسيقى موجهة الكوريين، قدموا حاجة جديدة مختلفة تماما عن الناس اللي تعمل فيها. الموسيقى تبدو غريبة على المجتمع الكوري، كلمات الأغاني الخاصة بهم مختلفة، تصميم رقصات ما عملوا حتى حد قبلها، حتى حد بسمع تخرج من الموسيقى في المقابل أغنية ضربت وقعدت في بال الكوريين. اسمهم سويو تيجي اند بويز، مجموعة خلقت ثورة في كوريا. نجم نقول وقتها أن الكيبوب بدايته، ولازلنا نحفظوا مليح اسم المجموعة هذه لأنها المجموعة اللي باش يكون عندها دور حاسم في بداية قصة الكيبوب. سيو تيجي اند بويز ما كانتش مجرد موضة عابرة، عام من بعد المجموعة تعاود تظهر من جديد بتأثير أكبر في الجمهور الكوري. بعد فترة من عرضهم الأول، مؤسسات جديدة ترنور، وكالات مختصة في الترفيه، أكبرهم وأضخمهم شركة SM Entertainment اللي تظهر عام 1995، من بعدها جي YP Entertainment اللي تأسس عام 97، والمحرك الكبير يجي من علامة YG عام 1996. مؤسسها شدوا عندكم واحد من المجموعة الكل عندها هدف واحد: تكوين نجوم الكيبوب وتغيير الموسيقى في كوريا الجنوبية. نجاح مجموعة سيو تيجي اند بويز تزامن مع الاهتمام المفاجئ للشباب الكوري بالموسيقى. نجاح باش يزرع قبل كل شيء البذرة الأولى. الفكرة باش تنتشر في أواخر التسعينات بين الشباب، والفكرة هذه ردوا بالكم عندها جذور سياسية. احنا عام 1997، الوضع مضطرب في كوريا الجنوبية والبلاد تعاني من أزمة مالية خانقة جدا. الرئيس الكوري كيم يانغ سان لاحظ حاجة باهية في أمريكا لما خرج فيلم جوراسيك بارك، الفيلم اللي اجتاح العالم، لم أكثر من 600 مليون دولار. المبلغ هدايا استوقف رئيس كوريا. المقارنة جعلت الرئيس الكوري يفكر في سبل أخرى غير صناعة السيارات والإلكترونيك للخروج من الأزمة الاقتصادية. هدف جديد حط قدام كوريا، الهدف هو جعل كوريا من بين ال5 دول الأولى في صناعة الثقافة في العالم. باب الواسع يتحلق قدام الموسيقى الكيبوب على خاطر فما قرارات ضريبية جديدة تتعلق بشركات الترفيه في كوريا، ضرائب أقل، تسهيل في الترويج، تشجيع الفنانين إعلاميا، تحفيزهم ماديا ومعنويا، وأكثر من هكا السماح لهم أنهم يغنوا باللغة الإنجليزية باش ينجموا ينشروا الموسيقى متاعهم في العالم. إجراءات نقلت صناعة الموسيقى نحو العالمية. قبل اجتياح العالم الغربي، قبل الجوائز في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل الجوائز في أوروبا، كوريا الجنوبية تتوجه نحو قارة آسيا. في عام 2000 مجموعة ISOD، واحدة من أشهر المجموعات في الفترة هذيك، تعمل حفلة استثنائية في العاصمة الصينية بكين. حفلة أعطت بعد آخر لموسيقى الكيبوب وورات أن الموسيقى هذه يحتفى بها وين ما مشيت. نفسها اليوم في قلب الموضة والثقافة. الفينومين اسمه هاليو، الموجة الكورية. فينومين نجح محليا وإقليميا، لكن العالم ماهوش آسيا كهو، العالم أكبر وأوسع
والكوريين فاهمين الحكاية هذه. كان لازم نستناو عام 2010 باش الظاهرة الكورية تواصل الانتشار نتاعها. كيف ما راهنت على الترفيه والثقافة، تتوسع كوريا تكنولوجيا بشكل أكثر دقة مع استخدام التدفق العالي للإنترنت اللي فيه غوبتي، واللي موجودة تقريبا في كل منزل في كوريا الجنوبية بتسهيلات وضمانات بسيطة جدا. تقدم تكنولوجي أعطى لكوريا أسبقية، وعام 2012 فيديو طوله 4 دقائق و13 ثانية يصنع الحدث في العالم. فيديو تقريبا ما فماش إنسان في العالم ما شافوش. خلينا نتفقوا اللي نشوفوا فيه ما عنده حتى علاقة بالكيبوب، لكن باش يكون عنده تأثير كبير في المستقبل. أول مقطع على اليوتيوب يتجاوز المليار مشاهدة، ما جاش من أمريكا، ما جاش من أوروبا، ما جاش من روسيا، ما جاش من الهند، ما جاش من الصين، وإنما جاء من كوريا الجنوبية. فيديو باللغة الكورية في سابقة تاريخية يتجاوز حدود كوريا ويضرب بقوة عالمية. بالفيديو غانغام ستايل كان فما برشا محاولات بنفس التأثير على غرار محاولات. نعطيكم مثال، مجموعة الفتيات اللي سموا اسمهم وقتها Girl Generation قاموا بحملة عالمية مدعومة بماركة عالمية لوندر جيرلز، لكن ما بلغتش قيمة وصداء غانغام ستايل. غانغام ستايل في فتح الباب العالمية لكوريا الجنوبية والكيبوب يوصل للدول الغربية. فرصة استنتها كوريا 20 سنة. 20 سنة بحث على أحسن منتوج فني كوري ينجم يعجب ويبهر الغرب. الوكالات الفنية ودور الإنتاج استثمرت في النجاح هذا، وتعود العالم على مشاهدة الكوريين يغنيوا ويرقصوا على تصويرة ما كانتش متداولة قبل. أكثر من هكا، الوكالات هذه تأسست لصناعة نجوم الكيبوب بنفس طريقة صناعة أي منتوج، لبسة، كنكة، ماكلة. الفرق الوحيد إنه المنتوج المرة هذه بشري. في العالم الغربي كيفاش نصنعوا نجم؟ مجموعة وإلا فنان يخدموا في غرفة مدة سنوات، مع احتمال كبير إنه مثلا يتعرف على منتج يصحح عقد، ومن غادي تخطف معاه يتشهر وتبدأ المسيرة بتاعه. في عالم الكيبوب المسار مختلف جدا عن الاحتمال. احنا قدام ورا شاب ومصانع نجوم. مؤسسات الترفيه تتحكم في كل شيء وعندها مسار اخر لانتاج نجوم الكيبوب. المرحله الاولى تبدا بكاستينج عملاق. في المرحله هذه عدد من الاطفال والمراهقين يتعلموا الرقص، يمروا بسلسله من الاختبارات القاسيه والمرهقه. اذا كانوا محظوظين ويتم اختيارهم من وكالات الترفيه ينتقلوا لمرحله التمرين. تقريبا عندنا 200 متدرب يتم اختيارهم في كل وكاله، والهدف من التمارين المكثفة إتقان الرقص، إتقان الغناء، إتقان اللغات، وحتى تعبير الوجه، طريقة الكلام، والوقوف أمام الكاميرا قدام الجمهور في المسرح. هذا الكل يجيب ساعات نوم أقل، حمية غذائية قاسية، معظمهم يرقدوا في مسكن للطلبة، وحياتهم تتلخص في مجموعة من التمارين اليومية الروتينية في مدرسة لصناعة النجوم. معسكرات جيش لخلق نجوم، لكن للأسف حلم النجومية صعيب، و10% فقط نلقاهم من غدوة في مجموعة كيبوب. وكالات الترفيه وحدها هي اللي تقرر مصير المتدربين، لا تهتم لا بأحلامهم ولا بنفسيتهم. على سبيل المثال جيو تمرنت 10 سنوات مع مجموعة كبيرة، لكن بعد 18 سنة تلقى روحها تتهز مع مجموعة أخرى، مجموعة ما كبرتش معاها ما تعرفش أعضائها. هذا من جهة أخرى التمارين القاسية الموجهة للأطفال ممنوعة وفق معايير الأمم المتحدة، وخاصة المنظمات التي تعنى بالطفولة. لكن المجتمعات الآسيوية عندها نظرة مختلفة، مجتمعات مغايرة في تفكيرها على المجتمعات الغربية،
على هذاك الوكالات الفنية في كوريا جعلت التمارين القاسية جزءا من نشاطها، رغم أنها تمنع المدربين من الحديث على طبيعة التمارين هذه خاصة في مرحلة الطفولة. ولهنا صعيب برشا وإلا نادرا باش تلقاو واحد من نجوم الكيبوب يحكي لكم على قسوة التمارين اللي تعرض لها في فترة. أجندة الوكالات الفنية ما تقفش غادي، حمية قاسية والتحكم في الوزن الزائد، هذا الكل أمر أساسي. جرامات بسيطة، المتدرب يلقى روحه خارج دائرة الالتحاق بالمجموعة. قائمات غذائية ممنوعة على المتدربين، تعرضهم في كثير من الأحيان لمخاطر صحية، توصل بهم ساعات باش يبقاو بلاش أكل لمدة أيام ليكتفوا بشرب الماء. هدف الوكالات هو الوصول بالمتدربين لمعايير الجمال الموجودة في كوريا الجنوبية، معايير جمال توصل لحد فرض عمليات تجميل على المتدربين، عمليات تجميل منتشرة بكثرة في كوريا الجنوبية وتشجعها الدولة بقوة. عمليات التجميل هذه فما شكون عملها حتى وعمره 14 سنة. نمط غير صحي يوصل المترشحين لحالات إغماء وراء الكواليس وعلى خشبات المسرح أو حتى في المقابلات، ويؤدي إلى أضرار صحية خاصة اضطرابات في الأكل. نمط عيش نجوم الكيبوب نمط حياة حازم، حياتهم خالية من الكحول، من المخدرات، من العلاقات العاطفية، هذا الكل في إطار عقود سماها البعض بعقود العبودية. عقود تربط المتدرب بالوكالة حتى بعد الشهرة. المفروض أن المتدرب يمول تمارين الوكالة بعد سنوات من المأكل والمشرب والمسكن في صورة عدم التزام المترشح بالعقد لأي سبب من الأسباب. الوكالة ما تعوضش نفسها فحسب، لكن وقتها تنجم توصل تحقق أرباح وتعويضات توصل 70%. يبدو أن النجومية في كوريا مخطط مغري للثراء، لكنه مش أفضل مخطط. الضرر النفسي والمادي اللي نجم يعانيه المتدرب ما يجي شيء قدام حالات الانتحار في عالم الكيبوب. الأشخاص فارقوا الحياة نتيجة الضغط المسلط على المتدربين من المجتمع وخاصة من صناع الترفيه. حالات من الهشاشة النفسية، حالات من فقدان الأمل، حالات من الاكتئاب، والنتيجة واحدة الانتحار. قوة الكيبوب تنبع من الفانز. جمهور الكيبوب بالدرجة الأولى واحد من أقوى التكتلات في العالم، آرميز، جيش. محبي الكيبوب ما همش في معظمهم من كوريا الجنوبية، عشاق الكيبوب من العالم أجمع. هاد خلينا نفهمه، في عام 2021 مثلا نلقاو أكثر من 6 مليار تغريدة على الكيبوب، أعلى ب 28 مرة من تغريدات على الكورونا، أكبر أزمة صحية ضربت العالم وقتها واهتمام البشرية الكل. ميزة عشاق الكيبوب مش في العدد، التنظيم هو الأساس. محبي الكيبوب قادرين على جمع مليار من التبرعات بسهولة بهاشتاج واحد، وهما وحدهم قادرين يجعلوا من مغني كيبوب نجوم. العلاقة ما بين الفنان والفانز بتاع الكيبوب علاقة أفقية، عكس أي علاقة فنان بجمهوره في دولة أخرى. محبي الكيبوب أكثر الجماهير إقبالا على الحفلات ومن أكثرهم إنفاقا. محب الكيبوب الواحد ينفق بين 8000 دولار و10000 دولار على غرام. ثقافة اقتصادية تبدأ باقتناء صور نجوم الكيبوب ويتبع كل أخبارهم ويتنقل معهم من حفلة لحفلة داخل وخارج كوريا الجنوبية. المحبين هما زادة أساس الكيبوب، هما اللي يصنعوا لهم الشهرة والنجومية. تذكروا مليح وقت اللي حكينا انه النجوم هذوما يمنع عليهم الدخول في علاقات عاطفيه. السبب هو المحبين وبالطبيعه التعليمات الصارمه المفروضه من طرف وكالات الترفيه. وكالات الترفيه توصل تنفي شائعات تحوم حول نجوم الكيبوب كونهم في علاقه عاطفيه. الحياه الخاصه لنجوم الكيبوب ماهيش موجوده، وكيف ما فما محبين للكيبوب فما تكتلات ترفض بشده الكيبوب يتمنوا يسحقوا النجوم هذوما. الاشخاص هذوما قله مقارنه بمحبي وعشاق الكيبوب.
تفوق الكيبوب ولا حقيقة. 6 جويلية 2020 البي تي اس يحطموا رقم قياسي على الايتونز. أغنية بلاك سوان رقم 1 في التحميل في 103 دولة، رقم قياسي عند الايتونز. الرقم القياسي السابق كان عند أديل بهالو، الأغنية اللي كانت رقم 1 في 102 دولة. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, and I'm much healed. 26 جوان 2020 أغنية How You Like That، أغنية بلاك بينك، تحطم رقم قياسي عالمي 82.4 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط على اليوتيوب. رقم قياسي آخر. الكليب خذا أقل وقت باش يوصل لأول 100 مليون. الإنجاز هذا وصلوه بلاك بينك في 30 ساعة فقط. حسب تقديرات مؤسسة هونداي للبحث في تقرير خرج عام 2018 البي تي اس يدخلوا لكوريا أكثر من 3.6 مليار دولار، رقم قوسه 30 شركة كورية بحجم متوسط مع بعضهم. ولهنا نحكي على مبيعات اسطوانات، ملابس، لعب، برامج، وكل ما من شأنه الترويج لثقافة الكيبوب. الكيبوب غير نظرة العالم لكوريا الجنوبية. عام 2017 تقريبا 800,000 سائح مشوا لكوريا بسبب الكيبوب. 7% من السياح تعرفوا على كوريا الجنوبية بفضل البي تي اس. بلاك بينك زادت مؤخرا 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، أول مجموعة نسائية آسيوية تدخل بريطانيا بقوة. أقوى عرض MTV فيديو ميوزك أووردز معهم هما. أقوى كونت انستغرام المجموعة النسائية عندهم هما 86.3 مليون متابع. إجماليا بلاك بينك عندهم 12 رقم قياسي في موسوعة الأرقام القياسية، ولو نزيدوهم 2 أرقام تاع روزي وال5 تاع ليزا الأرقام ترتفع ل 19 رقم قياسي. حسب دراسة عملتها كوريا فاونديشن تقريبا 100 مليون شخص منخرط بشكل فعلي وواضح في نوادي المحبين النشيطة لنجوم الكيبوب، 15 مليون منهم في أوروبا و12 مليون منهم في أمريكا. حسب مجلة فوربس البي تي اس عام 2019 ضمن أكثر الفرق الغنائية الأعلى أجرا في الحفلات، وصلوا للمركز 43 بمرابيح وصلت ل 57 مليون يورو. ومعاهم لابيل بيج هيت انترتينمنت حضر في روحها للدخول للبورصة. قيمة الشركة قدرت ب 2.5 و 3.3 مليار دولار. عام 2022 8 ألبومات من نجوم الكيبوب موجودين في التوب 10 في سباق الأغاني العالمي. عام 2023 مجموعة 17 ثاني أهم اسم بعد تايلور سويفت في سباق الأغاني حتى قبل دريك وذا ويكند. ظاهرة المعجبين في حالة الكيبوب هي أنه النجوم هذوما تدربوا باش يكونوا مثاليين على وجه الخصوص، مثالية جسدية، مثالية في الفن، يشطحوا بانسجام وكأنهم دارسين كل خطوة بحسابها. وهذا يدفع جزء كبير من المحبين وخاصة صغار السن لتقليدهم في معايير الجمال وحلم نجومية بعيدة المنال.